أمها دخلت تفك السحر، لكن اللي خرج من عند الدجال مش هي، شخص تاني مختلف تماما. في عز الليل في قرية اسمها النصرية بالفيوم، بنت اسمها رحمة عندها 17 سنة. قالت إن أمها أمينة بدأت تتصرف بغرابة، وبتكلم نفسها وبتضحك فجأة وبشكل غريب، وبتشوف ناس مش موجودين وبتقعد تكلمهم. رحمة راحت بيها للشيخ منصور، راجل معروف إنه بيفك الأعمال، بس سمعته زي الزفت. دخلت أمينة لوحدها وقعدت مع الشيخ جوه نص ساعة، وبعدها خرجت. ولما خرجت كانت ماشية ببطء، وشها متغير، وشها شاحب، وعينيها ما فيهاش أي حياة. رحمة نادت عليها، راحت أمها بصلها وقالت لها: أنا مش أمك. ومن وقتها محدش بيقرب منهم في البيت، والناس بتقسم إن اللي ساكن في البيت دلوقتي مش بشر. استنوا الجزء التاني عشان تعرفوا نهاية الحكاية.